بكم في القناه ديالكم قناه حلويات داري. اليوم غادي نوجد معكم واحد الحلوه اللي محبوبه ومكيصغنا عليها حتى فرح مغربي، مناسبه عيد ولا اي حاجه، ونديرها بطريقه مبسطه للمبتدئين. ان شاء الله غادي تروقكم. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وغادي نشوفوا دابا المقادير. المقادير ديالنا هي كالتالي. عندنا هنا العجين اللي انا نحط لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، كنا درناه في الفيديو السابق ديال حلويات اللوز. هنا عجنته خليته قطعته هكا وخليته يرتاح، حطيته بالفيلم خليته يرتاح، لان كل ما ارتاح كيكون احسن ولو ربع ساعه. وهنا عندي اللوز كذلك اللي سلقناه بليله من قبل ولا ليلتين من الاحسن باش ينشف، وطحناه مع هنا عندي نص كيلو ديال اللوز، درت له ربعه ديال السنيده سكر حبيبات، وطحنت معاه نص من هاد المسكه اللي كتشوفوا المسكه البلديه طحنتها معاه. ودابا كاضافه والزبده معلقه ديال الزبده. دابا كاضافه حيت هاد اللوز من النوع البلدي فيه لداء كنديروا له غير معلقه واحده. دابا غنزيد له ساشي من هاد الزهر لان العجينه عجنتها بالماء الزهر. نزيد ساشي ديال هاد الزهر هذا ريحته زوينه، كيزيد مركز ديال زهر البرتقال. نزيدو نعجنوها هكا ونبداو نحربلوها. وهنا عندي الدقيق باش نورق والنقاش والمدلك، وهذه آلة التوريق اللي كتعاوننا كما كنقول لكم دائما تتساعد. هذا اللوز طالعه منه ريحه المسكه غزاله تبارك الله، مع هذا المزهر فيه ريحه زوينه. ومن احسن البنات اللي ما عندهاش روبو زوين اللي كيطحن رطب، الكعب الزول كتبغي اللوز يكون رطب بزاف، كتدير الزنقه يطحنوا لها. راه كيطحن هذا اللوز في الزنقه، شوفوا كيفاش كيطلق ليدام كما كتشوفوا. انا نديرو دابا حريبلات لحقاش هذا كعب الغزال مولاتو بغاتو صغير، نديرو حريبلات على هذا الشكل على هذا الحجم تماما. هاد الكيلو ديال غادي يخرج لها كيلو ديال اللوز، كيلو ديال الحلوه، غادا ندير النص ديالها كعبه والنص كعك، وكيخرج تقريبا هي دابا بما انها بغاتو صغير كيخرج لها 60 حبه. غادا ندير 30 حبه ما بين الكعبه والكعك ان شاء الله. نكملو هكا. الكعبه كنديروها على هذا الشكل والكعك كنديروه رقيق شويه وطويل، كيجي على حجم واحد ما يجيش مبروم، كيجي على هذا الشكل هذا. نمشي انا نكمل البنات هذا الشيء، هذا اللوز ديالي كامل على ما العجين تزيد ترتاح، ونتلاقاو ان شاء الله في التشكيل ديالها. مع غدا نخليوها تبات ليله كامله والصباح غادي نطيبوها ان شاء الله. ها هو اللوز ديالنا من بعد ما حربلناه كله هكا على شكل حرابل صغيورين، هادو ديال كعب الغزال وهادو ان شاء الله الكعك. غطينا بالفيلم الالمونتير باش ما ينشفش، باش ملي نجيو نشكلوه ما يبقاش كدرنا من العجينه. والمبتدئين كما قلت لكم اللي بغى يجرب هاد الكعبه هادي ديرها بكاوكاو باش طيح عليها رخيصه، ومن بعد ملي تصدق ليها ديرها في اللوز ان شاء الله. ناخذ الطحين ديالنا، هاي العجينه طلقات راسها شويه، بسم الله. نطلقها الطلقه الاولى هكا بالدلاك باش نعاون، ومن بعد ندوزها في الماكينه. هذيك آلة التوريق كتعاوننا بزاف، كتساعدنا بزاف هاد آلة التوريق الصراحه في هذا حلويات اللوز. انا نطلقها بحال هكا، ناخذ الجراره كتطلق مزيان، ندوزها في الرقم. دابا دايرها 5، ندوزها في الرقم 4، ومن بعد نبدا نزيد نقص رقق. انا 4 عندي رقم كتجيب بيضه شويه. بسم الله، ندوزهم كاملين في الرقم 4. ندير دابا هادو باش ندير معكم غير شي 2 حبات ولا 3 تاخذوا فكره على طريقه ديال التشكيل ديال الكعبه. راه سهل بزاف، يخاصكم الزعامه. انا درت دابا رقم 6، نولي ندير رقم 8. الكعبه كتبغي تجي رقيقه. انا في هذه الاله ديال التوريق عندي رقم 8 هو الرقيق، واخر واحد رقم 9. ناخذ دابا ندير معكم الكعبه. بسم الله، نديروا الحبه الاولى،
ناخذ هكا العجين على هذا الشكل، نحطوه هنايا اللوز ديالنا، نثنيو عليه العجين ونبداو نشكلو الحبه. قبل ما نقطعو كنبداو ناخذ الفورمه ديال الحبه ديال الكعبه، بعد الفورمه الاوليه، ونضغطو هنايا على هذا العجين بالصبع ديالنا هكا، نضغطو مزيان على الاطراف كامل ديال الحبه، ونقطعوها احسن بالناوره الجراره ولا الناوره ولا كيما تسميوها. ندير يدي هكا بشويه ديال الطحين ونبدا نشكلها، نبدا نطلعها. كما تعرفوا دابا البنات ولات الكعبه كتبقى تكون هكا عاليه، ماشي كما كانت زمان كتغدا بالطول على شكل هلال. دابا ولاو كيطلعوا لها هاد كتجي عاليه على هاد الشكل هذا. هانتوما تجي الكعبه ديالنا على هاد الشكل. دابا هي بغاتها منقوشه غير من الفوق، انا نقشها هكا على هاد الشكل هكا، ناخذ غير بالاطراف ديال النقاش وننقش نقشها هكا كامله وصافي. ها هي الحبه ديالنا هنا واجده، نزيدو حبه اخرى. هانتوما نحط العجين هنا نثني عليه، ناخذ الفورمه الاوليه كما كتشوفوها هكا، نضغط هنايا في الاطراف ديال الحبه، نضغط مزيان بهذا الصباع الكبير ديالنا، نضغطوا على العجين هكا حتى كنحسوا بلي التصقوا مع بعضياتهم، ونقطعوا. ما نقطعوش من الجدر كامل، نخليو واحد شويه، ومن بعد هنا ندير يدي باش ما تلصقليش، لان انا ملي نجي ندخلها للفران دابا غندهنها بالزيت. واخا تشوفوني كندير يدي في الطحين ماشي مشكل. نبداو نضغطوا، ما نرققوهاش بزاف. دابا هذه راه مولاتها بغاتها صغيره، رانا صغرتها شي شويه، اما هي الكعبه معروفه كتكون كبيره لان حلوه بلديه، تتبقى حلوه بلديه واخا نشكلوا فيها ولا كتبقى. هانتوما هي المهم تجي رقيقه العجينه، ما تكونش غليظه. انا كنشكلها هكا، كنقش فيها، كيجي هذا النقش هكا بسيط ولكن كيعطي منظر الصراحه. ها هي الحبه الثانيه. نديرو دابا مع بعض وحده ديال الكعك. الكعك غادا نحتاجو البياض البيض، ونحتاجو اللوز كونكاسي. انا غادا نجيبهم، نديرو هنايا شويه ديال اللوز كونكاسي كيعطيها منظر من الفوق. واللي بغى ما ها هو اللوز كونكاسي كيكون على هذا الشكل، اللوز مهمش. البياض البيض هنا كنت فرقته على الاصفر ديالو. ها هي العجين كيفاش قطعتها. نزيد نحط اللوز ديالي، ناخذ القياس ديالو باش نقطع عليه. انا غندير الكعك صغير شويه، ما غاداش نكبرو. نقطع هكا على هذا الشكل. هاد العجين غنخرج منها 2 حبات ديال الكعك، نضغطو هنايا على اللوز ديالنا، ونوليو نتنيو عليه هذيك العجين اللي بقى في الطرف هنايا، نتنيوها عليه على هذا الشكل هكا. ناخذوا هذا الطرف اللي بقى لنا، غنضيف له شويه ديال البياض البيض باش ما تتحلش، ونسدوها، نسدو العجين مع العجين هنايا، ونبداو نعطيوها الفورمه ديال الكعكه. نبقاو نطلعوها هكا شويه ونعطيو لها الفورمه ديال الكعكه. هو الكعك راه كيكون كبير، ولكن بما ان مولاتو بغات الحلوه صغيره، وانا غنحاول نصبروا لها كما كتشوفوا هكا. ونديرها هنا في بياض البيض، نغسلها هاد الفوقاني اللي بقى اللوز عيان، ونديرو في اللوز كونكاسي كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. انا نزيدو الحبه الثانيه ونكمل انا كل شيء، نخلوه يبات ان شاء الله ليله كامله وحتى ينشف. كما تعرفوا الحلوه ديال اللوز كامله، ونتقبوه ملي نجيو ندخلوه للفران ندهنوه بالزيت ونتقبوه، وملي يطيب نطيبوه على النار مهيله بزاف باش يبقى ما كيتحمرش، ما كيبقاش
الحلوه اللوز ما كتبغيش الكعبه تجي محمره، كتجي ذهبيه. وملي نخرجوه ندهنوه بشويه ديال الزبده. انا ديما كندير هاد الطريقه القديمه، كنشد مرصود الزبده وكندهن الكعبه محدا سخونه بالزبده، كتعطيها لمعان احسن من داك بياض البيض. كتبقى الكعبه كما قلت لكم تقليديه. ها هي كتجي على هذا الشكل هكا. نديروها في اللوز مهرمش، كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. درنا 2 حبات من هذه و2 حبات من هذه. نتمنى تكون فهمت لكم ووصلت لكم الطريقه ان شاء الله، وحتى نديروها طيب ان شاء الله. شفتوا كيفاش كتجي؟ ان شاء الله تبات ليله كامله ونطيبوه ونتلاقاو في طبق التقديم. بعد ما طاب كيجي محمر على هذا الشكل. هو هاد الكعكات اللي درناهم غير صغار كما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم وتنول لكم الطريقه ديالي، وكما قلت لكم المبتدئات جربوه بكاوكاو وغادي يصدق لكم ان شاء الله. ولفيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم.